الحديث عن الملاعب قد يحتاج إلى ساعات، أكيد يحتاج إلى ساعات طويلة، باعتبار تعرفون أكو مشكلة كبيرة أولا في التعاقد على هذه الملاعب. يعني كل ملعب في كل محافظة عندما تعاقدت الوزارة السابقة هنالك مشاكل كثيرة في التعاقدات والتزام الشركات وأوامر الغيار والتفاصيل الأخرى، ثم تلا ذلك موضوع التصاميم، ثم تلا ذلك التقشف المالي الحاد. آخر الملاعب النموذجية التي تم افتتاحها كان ملعب كربلاء الدولي، وتنتظر الوزارة الحصول على الميزانيات الكافية من أجل إكمال الملاعب التي تنتظر الإنجاز والموزعة في عدد من المحافظات المختلفة، منها في النجف وميسان والبصرة. طبعا المنشآت الرياضية في العراق تحتاج إلى، منذ تسنم السيد وزير الشباب والرياضة بالتشكيلة الحالية وضعنا اليد على بعض النقاط المهمة اللي تعاني منها الرياضة في البلد. النقطة الأهم هي المنشآت الرياضية وضرورة النهوض بتلك المنشآت وإكمال المتلكم منها. وبالفعل نجحت وزارة الشباب والرياضة أن تضع ضمن الخطة أنه إكمال الملاعب الاستراتيجية في المحافظات بالإضافة إلى المنشآت الرياضية الأقل. بالنسبة للملاعب الأخرى، بالنسبة لملعب الزوراء السعي واضح من قبل الإدارة بالاجتماعات المتواصلة مع السيد الوزير والوزارة. إن شاء الله هناك بوادر لحل من قبل وزارة النقل، وفي حال عدم دعم وزارة النقل هناك استثمار وإنشاء الملعب إن شاء الله في الموسم المقبل إن شاء الله. وما تزال العاصمة بغداد تنتظر إكمال ملعبي الحبيبية ذو 30,000 متفرج وملعب التاجيات الذي يتسع ل65,000 متفرج، إذ إن بغداد وبكل تاريخها وموروثها وولع جماهيرها بكرة القدم تحتاج إلى ملعب بمواصفات كبيرة ليضاف إلى شيخ الملاعب وأكبرها عمرا ملعب الشعب الدولي. وزارة الشباب والرياضة تحث الخطى لإكمال العديد من الملاعب والمنشآت الرياضية التي هي قيد الإنجاز بانتظار افتتاحها خلال الفترة المقبلة لتكون بمتناول الرياضيين العراقيين. علي نوري لقناة NRT عربية، بغداد. أقامت ممثلية اللجنة الأولمبية العراقية في البصرة